اسمعني زين. الثقة بالنفس مو شي نولد بيك جاهز، لا، هي شغلة تبنيها بمرور الوقت. مثل واحد يزرع شجرة صغيرة، بالبداية تكون ضعيفة وتحتاج رعاية ومي وضوء، بس كل ما تهتم بيها تكبر وتصير قوية وما يهزها ريح. الثقة بالنفس نفس الشي، إذا تهتم بيها تكبر، وإذا تهملها تذبل. هواي ناس يعيشون حياتهم وهم يفكرون كيف الناس ينظروا لهم، شلون يحجون عنهم وشلون يقيموهم. بس الحقيقة إذا ظليت تفكر بكلام الناس ما راح تعيش حياتك على راحتك. الثقة تبدأ من هنا، من اللحظة اللي تقول بيها لنفسك أنا كافي، أنا أستاهل وأنا أقدر. مو غرور، بس إيمان بنفسك وبقدرتك. شوفوا هواي ناس ناجحين مروا بتجارب فشل، بس لأن عندهم ثقة ما خلوا الفشل يوقفهم. خلوا الفشل مدرسة وتعلموا من عنده. انت من تمشي بطريقك لازم توقع مطبات، بس الثقة هي اللي تخليك تعبر وتكمل. مرات تحس نفسك ضعيف، مرات تتردد، هذا طبيعي، بس لا تخلي هالمشاعر توقفك. اتذكر انك مو اول واحد يمر بهيج ظروف، واللي سبقوك كلهم مروا بنفس الشي، بس اللي فرق بينهم وبين الباقي هو شنو؟ ثقتهم بنفسهم. واحد من يوقف قدام المراية ويشوف نفسه ويقول أنا ما أقدر، راح يصدق عقله الكذبة ويعيش حياته كلها بخوف. بس إذا يوقف بنفس المراية ويقول يمكن الطريق صعب بس أنا أقدر أجتازه، راح يزرع جوا عقله قوة تخليه يكمل. الثقة مو بس كلمات، هي أفعال يومية. يعني من تصحى الصبح وتسوي فراشك، ومن تكمل شغلة صغيرة عقلك يترجمها على شكل إنجاز، ومع مرور الوقت يتكون عندك رصيد داخلي من الثقة. وكل ما زاد الرصيد زادت قوتك. لا تتوقع تبني ثقة بنفسك بيوم وليلة، هذا يحتاج صبر وتجربة ومواجهة. واجه خوفك حتى لو كان بسيط. جرب تحكي قدام مجموعة صغيرة، جرب تتخذ قرار بدون ما تنتظر رأي أحد، أو جرب تتعلم شي جديد حتى لو فشلت بأول مرة، لأن كل محاولة هي تحيطك، والحيط هذا هو اللي يحميك من الشك والخوف. الثقة بالنفس مو معناها إنك ما تغلط، بالعكس الغلط جزء من المشوار، بس الفرق إنك تتعلم من الغلط وما تخليه يكسرك. أنت لازم تصير صديق نفسك، لأن إذا نفسك مو وياك ما حد راح يكون وياك للآخر. مرات راح تحس الناس ضدك، مرات راح يجيك إحباط، بس إذا عندك ثقة راح تعرف توقف وتقول حتى لو العالم كله ضدي أنا ما راح أخون نفسي. الثقة هي إنك تمشي بخطوة ثابتة حتى لو الطريق مظلم، لأنك مؤمن إنه أكو ضوء بآخره. لا تنتظر أحد يجي يبني ثقتك، أنت وحدك تبنيها بخطوات صغيرة يومية وبإيمان داخلي ما يتزعزع. صدقني إذا تعلمت تحب نفسك وتثق بيها راح يتغير كل شي حواليك. راح يتغير نظرتك للحياة، راح تصير تشوف الفرص بدل المشاكل، وتشوف الدروس بدل الهزائم. تصير أقوى وأكثر قدرة على مواجهة أي تحدي. أنت من تبدي تبني ثقتك بنفسك لا تدور الكمال، لأن الكمال وهم، وكل محاولة تصير كامل راح تتعب وتنهار. الثقة مو إنك ما تغلط، الثقة إنك تتقبل إنك بشر وتعرف شلون توقف بعد كل سقوط. خلي بعقلك إنه كل تجربة مهما كانت بسيطة تضيف لك قوة. مثلا من تحكي ويا شخص غريب، من تجرب تاخذ خطوة بمكان جديد. هاي الأمور يمكن تبين صغيرة بس تراها تبني أساس قوي. والثقة هي تراكم لحظات صغيرة تسوي منك إنسان يعرف يواجه. مرات راح تحس صوت داخلي يحكي وياك ويقولك لا تسويها راح تفشل، الناس يضحكون عليك. هنا يجي دورك إنك ترد عليه وتقوله حتى لو فشلت، حتى لو ضحكوا، هذا جزء من طريقي، وإذا ما أجرب ما راح أتعلم. الثقة هي حرب يومية بينك وبين مخاوفك. إذا تركت مخاوفك تنتصر راح تظل مكانك، بس إذا تحديتها حتى بخطوة صغيرة راح تلاقي نفسك تمشي وتكبر. هواي ناس يتمنون يصير عندهم ثقة بس يقعدون ينتظرونها تجي من السماء. الحقيقة انها تجي من العمل، من التكرار، من مواجهة مواقف. حتى لو قلبك يدق بسرعة ويدك ترجف، جرب، لا تخلي الخوف سجنك. ترى كل ما تكسر قيد صغير راح تحس بنفسك أخف وأقوى. اتذكر شغلة مهمة، الثقة مو صوت عالي ولا مظهر متصنع. الثقة هي هدوء داخلي
إنك من تقعد ويا نفسك تحس بالراحة، ما تخاف من الوحدة، ما تخاف من نظرة الناس. الثقة هي إنك تختار شنو يناسبك حتى لو غيرك ما تقبله، لأنك مؤمن بطريقك. هواي أشخاص عاشوا حياتهم يقلدون غيرهم وفاتتهم فرصة يعيشون نفسهم الحقيقة، بس الشخص الواثق يعيش نفسه مثل ما هي، لا يزيد ولا ينقص، لا يمثل ولا يزيف. الثقة ما تجي بيوم واحد، بس إذا بديت بخطوة صغيرة اليوم، بعد سنة راح تشوف فرق كبير. راح تحس بنفسك بحرية أكبر، تصير تاخذ قرارات أسرع، وتوقف بوجه الصعوبات بقوة أكبر. كلنا عندنا مخاوف وعندنا نقاط ضعف، بس الشخص اللي يثق بنفسه يعرف يستعمل نقاط قوته ويطور نقاط ضعفه، وما يخجل منها وما يخليها تعرقل مشواره. الثقة بالنفس هي المفتاح اللي يفتح لك أبواب ما كنت متخيلها. يمكن اليوم تبدأ بخطوة صغيرة، بس هاي الخطوة راح تجر وراها خطوات أكبر، وراح يجي يوم وتباوع لورا وتقول الحمد لله إنه وثقت بنفسي وما استسلمت. هسه خلي أقول لك شي مهم. الثقة بالنفس مو شي يجي من فراغ، لازم تعب وجهد، لازم مواجهة نفسك كل يوم، لازم توقف ويا المخاوف والشكوك اللي تخوفك. مرات تصحى الصبح وتقول لنفسك ما أقدر اليوم، ما عندي طاقة. هاي هي اللحظة اللي تختبر بيها نفسك. إذا قمت من هالكسل وقررت تسوي خطوة صغيرة، هاي الخطوة تفرق وياك أكثر من أي كلمات يسمعها عقلك. تدري ليش؟ لأن كل مرة تكسر بيها حاجز الخوف أو الكسل أو الشك، عقلك يثبت لنفسه أني أقدر، أني أستطيع. وكل مرة تتكرر بيها هاي التجربة، الثقة تكبر داخلك. وهواي ناس يظنون إن الثقة بالنفس بس تكون بالكلام القوي أو المظهر. لا، الثقة بالنفس هي شعور داخلي، شعور ثابت، شعور يخليك تواجه الحياة بدون خوف، يخليك تاخذ قراراتك بنفسك، تحس بالراحة وانت تمشي بطريقك، مو أي طريق، طريقك انت. مرات الحياة تلقى عليك صعوبات هواية، مشاكل وناس ضدك، وناس يحبطوك وناس يشككون بقدرتك. هنا الفرق بين اللي واثق بنفسه وبين اللي ما واثق بنفسه. الواثق يعرف يوقف ويقول هذا موقف صعب بس أقدر أجتازه، ما راح أخاف. أما غيره ينهار ويشتكي، يحس نفسه ضعيف ويخلي الحياة تهزه. الثقة بالنفس مو معناها إنك ما تخاف، لا، الواثق يعرف خوفه ويواجهه ويستعمله كوقود ويكمل. حتى لو سقط مرات ينهض بسرعة، يتعلم من غلطه، يحول كل تجربة لفائدة. الثقة بالنفس هي احترام نفسك قبل أي شيء، هي إنك تحب نفسك وتعرف شنو تحب وتعرف حدودك، تعرف قيمتك وما تخلي أحد يقلل من قيمتك. مرات راح تسمع كلمات تحبطك، بس إذا واثق بنفسك راح تتجاوزها بسهولة. راح تعرف إنه هاي الكلمات ما تسوي شي. أهم شي شلون أنت تشوف نفسك، شلون تتعامل ويا نفسك، شلون تواجه المواقف. الثقة بالنفس تراكم خبرات، تراكم نجاحات، تراكم خطوات صغيرة كل يوم. اليوم خطوة وباكر خطوة، وبعد فترة تشوف فرق كبير. تصير الشخص اللي الناس تحترمه بدون ما يحاول يثبت شي. تصير الشخص اللي متوازن، اللي مستقر داخليا، اللي يعرف يوقف واللي يعرف يمشي، يعرف يخطأ ويتعلم، يعرف يحب نفسه بدون شروط، ويعرف يرفض أي شي يقلل من قيمته، ويعرف يواجه مخاوفه ويكسر قيودها. وإذا تعلمت هذا الشي صدقني راح تصير حياتك مختلفة، راح تحس بحرية حقيقية، قوة حقيقية، وسلام داخلي حقيقي. وكل شي حولك راح يتغير، لأن الشخص الواثق يخلق عالمه الخاص، عالم بيه احترام، عالم بيه قوة، وعالم بيه هدوء، عالم يحترم نفسه قبل أي شي. وختاما اتذكر دائما إنه الثقة بالنفس مو شي نولد بيك جاهز، هي رحلة طولها حياتك، كل يوم خطوة، وكل تجربة درس، كل مواجهة تزيدك قوة. لا تسمح لأي خوف، لأي شك، ولأي كلمة سلبية توقفك. عيش حياتك على طريقتك، آمن بنفسك وحب نفسك، واعرف قيمتك حتى لو العالم كله ضدك. لأن الثقة الحقيقية تبدأ من الداخل، من إيمانك أنت، من احترامك لنفسك، من محبتك لروحك. وبهالطريقة راح تشوف حياتك تتغير، راح تصير أقوى وأهدأ وبحرية أكثر ومرتاحة أكثر. وصدقني الشخص الواثق بنفسه يخلق عالمه الخاص، عالم مليان احترام وقوة وهدوء وسلام داخلي. وهاي الثقة هي المفتاح لكل شي بحياتك.